واحد من اغرب الادارات، واللي هو كان مفهمنا ان هو كواليتي راقي في الادارات الرياضيه، كابتن حسين لبيب واللي معاه قرروا ان هم يسوقوا سمعه نادي الزمالك ويسوقوا سمعه الاجهزه المصريه الحكوميه، يعني بحجه ان احنا مش فاشله في نادي الزمالك، المشكله من بره. فيعمل ايه؟ سيب كل اللعيبه تفسخ وسوق سمعتنا في الكاس، خلي الفيفا تعرف واللعيبه يبقى عندها سمعه ان نادي الزمالك ده ما بيدفعش. وكمان كده كده احنا اي لعيب مش عايزينه يعني فنيا، اخبط دماغك في الحيطه وارفع قضيه في الفيفا. دي سمعه سيئه، انت بتعمل للزمالك سمعه سيئه. اتنين، بتقول ان اجهزه الدوله خدت منك ارض اكتوبر بكل بجاحه وتبجح، وتقول احنا مش عارفين ليه. يا جدع يا جدع، ما انت عارف ان الموضوع في النيابه. يا جدع ما انت عارف ان انتوا خدتوا جدوله مره واثنين وثلاثه، مهله مره واثنين وثلاثه. يا اخي الدوله دي اللي عامله لك جدوله بديون توصل لمليار مليار. انت موجود اصلا في البطوله الافريقيه بالزقه وبالجدوله، فعيب. كل ده عشان تقول ان انت مش فاشل، تطلع سمعة الاجهزة الحكومية وحشة وتخلي سمعة نادي الزمالك وحش. انا ما شفتش عقلية كده. الابهار ده اداء اداري ابيض على الابيض.